لازم تستعمله بجزء المراحل الحياة باش يحمي رواحهم من العين الحاسدة والأرواح الشريرة. تعالوا نشوفوا كيفاش كان لوشم عند المرأة في الجنوب التونسي قبل. لوشم كان جزء من ثقافة المرأة في الجنوب، أما مش كما تتصوروا، كان يستعمل أسباب اجتماعية وقبائلية. وقتها المرأة ما كانش تستعمل لوشم للزينة فقط، أما كانت عندها رمزية كبيرة. مثلا عند المرأة التونسية القديمة لوشم كان يرمز المراحل الحياة، وكانت لازم تستعمله باش الناس تعرف اللي هي كبرت. واحيانا لوشم يدل على الزواج او على الحمل. والحكايه ما كانتش لجمالك اهو، برشا نساء كانوا يستعملوا لوشم باش يحموا رواحهم من العين الحاسده والارواح الشريره. كانوا يعتقدوا اللي هي بمثابه درع حامي للهم. واكيد الالات ما كانتش متطوره كما اليوم، اما كانوا يستعملوا الابر والاشواك اللي يصنعوها محليا. ولوشم فيه عديد الاشكال المتنوعه، من الاشكال الهندسيه للزهور الطبيعيه، وكان كل شم ليه المعنى الخاص به. كما عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا جيم وبارتاج، وخليكم معنا في الفيديو. سي بون.